يحكى أن رجلا عجوزا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض، حتى أن كل سكان القرية سئموا منه، لأنه كان محبطا على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى، ولم يكن يمر يوم دون أن تراه في مزاج سيء، وكلما تقدم به السن ازداد كلامه سوءا وسلبية. وقد كان سكان القرية ينجنبونه قدر الإمكان، فسوء حظه أصبح معديا، ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه، فقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكل من حوله. لكن وفي أحد الأيام، وحينما بلغ العجوز من العمر 80 عاما، حدث شيء غريب، وبدأت إشاعة عجيبة في الانتشار. الرجل العجوز سعيد اليوم، إنه لا يتذمر من شيء، والابتسامة ترتسم على محياه، بل إن ملامح وجهه قد أشرقت وتغيرت. تجمع القرويون عند منزل العجوز،